عاجل وبالفيديو. اللاعب حكيم زياش يفاجئ ويفرح كل المغاربة قبل قليل لحظة إعلانه بناء أكبر وأجمل ملعب بإفريقيا في المغرب، وشاهد لحظة وصوله للمغرب. تفاجأت وفرحت كل الجماهير المغربية قبل قليل لحظة وصول اللاعب حكيم زياش إلى المغرب ولقائه برئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وذلك من أجل الاستعداد للكشف عن مفاجأة كبيرة للشعب المغربي. وإليكم التفاصيل الكاملة. ويعتبر اللاعب المغربي حكيم زياش من أفضل وأحب اللاعبين لدى الشعب المغربي، وذلك بسبب حبه لبلده المغرب، وأيضا بسبب احترافيته في كرة القدم وتقديمه الكثير للمنتخب المغربي، حيث أنه اختار حمل القميص المغربي ورفض القميص الهولندي رغم أنه كبر وتكون في هولندا. وتفاجأت وفرحت كل الجماهير المغربية قبل قليل لحظة وصول اللاعب المغربي حكيم زياش إلى المغرب ولقائه برئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وذلك للإعلان عن مفاجأة كبيرة ومفرحة للمغاربة، حيث وحسب ما نشرت بعض المصادر الإعلامية فإن حكيم زياش وصل عشية اليوم إلى العاصمة الرباط والتقى بفوزي لقجع، وأعلن أن حكيم زياش ينوي بناء أكبر ملعب في إفريقيا باسم ملعب حكيم زياش، وسيكون الملعب بتصميم وشكل عصري ومتطور. وقالت نفس المصادر أن هذا الملعب سيكون أكبر وأجمل ملعب في إفريقيا، وسيكون جاهزا قبل مونديال 2030 المقام في المغرب، وسيستضيف جزء من مباريات المونديال. أما بخصوص موقع الملعب قالت نفس المصادر إما سيكون في ضواحي العاصمة الرباط أو في أحد مدن شمال المغرب، وهذا ما أفرح كل المغاربة.